السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في القناة، منورتوني وكترتوني وكترتوا عيلتي. هي عيلة القناة وعيلتي أنا طبعا. أهلا بكم معايا في القناة. عاوزة أقول لكم إن في واحدة صاحبتي حبيبتي يعني بتقولي، كانت دايما تنصحني وتقولي كل لما أقول لها مثلا ده الأولاد طالبين مني حاجة معينة أو معجنات أو أي حاجة، تقولي مش مشكلة اعملي لهم، حتى لو تعبانة حاولي واعملي لهم، واملي بيتك بالحاجات الحلوة واعملي لأولادك اللي هم عاوزينه، عشان خاطر ساعات بيجي على الواحد أوقات ما بيبقاش قادر يعمل فيها حاجة، أو بتحصل حاجة لا قدر الله بتخليه ملوش نفس أصلا إن هو يعمل حاجة. فافتكرت دايما وبفتكر كلامها دايما كل لما أجي أعمل حاجة لأولادي، وبالذات الفترة دي يعني إن أنا في الظروف اللي كنت حكيت لكم عليها قبل كده. تعالوا مع بعض كده نتكلم مع بعض. انا طبعا في اول الفيديو زي كل فيديو كده ما بطلب منكم الدعاء لزوجي بالرحمة والمغفرة، وان ربنا يجمعنا يا رب كده ان شاء الله في جنة الفردوس الاعلى باذن الله. تعالوا كده نتكلم مع بعض النهاردة عن شوية قرص، عن القرص اللي أنا عملتها النهاردة. قرص طرية، ممكن تحشيها جبنة أو ممكن تحشيها عجوة، أو ممكن تسيبيها سادة كده جنب كوباية شاي، بيبقى جميلة جدا. وكمان في الشتاء، الشتاء دايما تحب المعجنات والحاجات اللي زي كده، بتسد جوع مثلا في فترة كده ما بين الصبح والظهر، أو من الفطار والغدا يعني أو العشاء. او ممكن واحد يفطر بيها، بتبقى جميلة كده جنب كوباية شاي الصبح، تبقى سخنة كده وجميلة. وحلوة الصراحة، بتسد وجبة كمان. او لو بتشتغلي ممكن تاخدي منها الشغل وتفطري بيها، جميلة جدا. تعالوا نعرف المقدار بتاعنا النهاردة، بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش فيها، وتضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو. انا هعمل النهارده 2 كيلو من الدقيق. الكيلو من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات، انا بستخدم النوع اللي انتوا شفتوه دوت، نوع اسمه حبوبة. عندي لكل كيلو دقيق انا استعملت له 3 معالق كبار من السكر، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. يعني الاتنين كيلو خدوا 2 معلقة بيكنج باودر كبيرة، وكمان 6 معالق من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، وكيسين من الخميرة اللي هي الفورية دي. لو ما عندكيش مثلا خميرة فورية، ممكن تستخدمي اللي هي الخميرة اللي هي خميرة الخبز اللي هي بتبقى مكعبات كده، ممكن تاخدي منها معلقة كبيرة كده لكل كيلو. معايا هنا طبعا المواد السائلة، انا معايا قشطة، انا لماها يعني بشيلها كده من على وش اللبن، بخليها بجمعها في الفريزر عندي لحد ما بعوز او بعمل معجنات استخدمها. معايا كمان لبن، كنت عاملة زبدة في البيت من القشطة دي، وكانت بقى من اللبن بتاعها، فانا حطيته في الفريزر برضو عشان استعمله. ده بيبقى جميل جدا كأنه لبن رايب، وممكن تعجني بلبن رايب او لبن عادي، مفيش اي مشكلة. حطيت هنا طبعا الكيلو دقيق عندي بياخد كيلو، الكيلو دقيق بياخد كوباية من السمنة على الزيت، او زيت بس او سمنة بس زي ما انت حابة تستخدمي. انا حطيت طبعا كوباية واحدة بس زيت، عشان انا معايا قشطة هستعملها في العجين. لو ما عندكيش القشطة بتحطي كوباية لكل كيلو، كوباية ونص سمنة على زيت، يعني كوباية مثلا زيت ونص سمنة زي ما انت حابة، او ممكن كوباية ونص بس سمنة لو مفيش قشطة خالص، او بتستعملي مثلا لبن عادي. او ما عندكيش قشطة هتعمليه بها، تعجيني بيها، او اللي هو اللبن اللي بينزل من الزبدة اللي انا كنت عاملاه اصلا، فمليان بالطعم بتاع السمنة، فعشان كده ما استخدمتش سمنة في العجين. طبعا حطيت كل الحاجات الجافة، وبعد كده نزلت سخنت اللي هو بسخن يعني القشطة، بفكها كده مع الزيت عشان تبقى دايبة كده وتخش معايا تتجانس معايا مع العجين كويس. طبعا انا حطيت هنا اللبن اللي انا هستعمله في العجين، اللي هو اللبن اللي كان نازل من الزبدة زي ما قلت لكم اللي انا عملتها في البيت. بجمعه وبحطه في كيس كده في الفريزر لحد ما اجي استعمله بعد كده في عجين او حاجة.
بدفيه على البوتاجاز وبعد كده بستخدمه عادي في العجين. بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى متشبع كمان، وفي حتت من اللي هي السمنة اللي انا عاملاها، فبيبقى طعمه جميل جدا. كملت طبعا اللبن، ما كملش معايا العجين، فاستخدمت لبن عادي خالص من اللي احنا بنشربه دوت على الشاي، او اللي هو بنشربه يعني العادي ده. دفتهم على النار وبدأت أعجن. بالنسبة للمقدار بتاع اللبن هنا مش ملوش مقدار معين، أنا على حسب ما العجينة بتاخد معايا سوائل بفضل أعجن كده زي ما انتوا شايفين. بفضل أعجن بقى في العجين. وخلوا بالكم كل ما تكون العجينة معاكم يعني طرية كده ولزجة، كل ما بتكون أحسن بعد كده. يعني لما بنيجي نلم العجين بإيدينا بنخليها يعني نسبة السوائل فيها زيادة شوية عن الطبيعي، يعني تبقى بتلزق معاكي. وبعد كده لما تيجي تشيليها من الطبق بتلاقيها هي لوحدها لمت بعد كده مع كتر العجن بقى. بتبقى كده العجينة المظبوطة، يعني لأن العجينة المظبوطة للقرص أو أي حاجة مخبوزات بتكوني عاوزاها تكون طرية، لازم تكون يعني المخبوزات تكون هشة، لازم تكون العجينة طرية وفيها نسبة سوائل معقولة. لكن لما بتكون العجينة ناشفة قوي ويعني حادة شوية كده، بتبقى العجينة بعد كده ما بتديكيش نتيجة كويسة. لما بتيجي تطلعيها من الفرن بتلاقيها نشفت معاكي ومش هشة كده، وقلبها زي الاسفنج كده من جوه، بتلاقيها ناشفة شوية. فلازم تكون العجينة بتلزق في الأول معاكي، وبعد كده هتفضلي تعجيني فيها زي ما انتوا شايفين. بعد ما كانت ملزقة في ايديا لمت هي لوحدها وما حطيتش بقى، بطلت احط سوائل. واوعي تحطي فيها دقيق، لا انتي بتفضلي تعجني فيها لحد ما بتبدأ تلم معاكي تاني. كمية الدقيق اللي موجودة او العجين اللي هو بيلزق ده بتلم معاكي تاني. زي ما انتوا شايفين كده العجينة طرية، نسبة السوائل فيها مظبوطة. بتفضلي تعجني فيها زي ما انتوا شايفين، ما بتلزقش لا في ايدي ولا في الرخامة. تفضلي تعجني فيها لحد ما تديكي مطة كده كويس حلوة. المطة دي معناها ان هي خلاص. والمسام بتاعتها بتلاقيها من بره كده ناعمة، ما فيهاش اي يعني بتبقى ناعمة كده ملساء كده من بره. كده العجينة تبقى تمام ومظبوطة معاكي 100%. بجيب بقى الطبق اللي انا هحطها تخمر فيه، وبعد كده بحط شوية دقيق كده ولا حاجة، وبعد كده بحطها تخمر. طبعا في الشتاء بتقعد شوية، ممكن مثلا ساعة، بس يكون في مكان دافي. ممكن تدفي فرن البوتاجاز، تدفيه مش تسخنيه، تدفيه كده تدفئة بسيطة، وبعد كده تروحي مغطياها بحاجة كده مخصوصة للعجين او اي حاجة كده تقيلة عشان خاطر يخمر معاكي بسرعة. وتحطيها بقى في الفرن ممكن بتاع البوتاجاز، وبعد ما بتدفيه بيبقى احسن مكان الصراحة انا بعمل فيه تخمير للعجين. اي عجين بعجنه في الشتاء بدفي الفرن وبعد كده بدخله الفرن يخمر. بيبقى كويس احسن من ما تحطيه بره، يعني عشان الجو بيبقى برد وكده. طبعا هنا انا هبدأ اجهز الحشوة. انا عندي هنا جبنة اللي هي الجبنة الحادقة شوية اللي هي اسطنبولي حادقة، ممكن تحشي باي نوع جبنة. هنا بجهز بقى الخلطة. طبعا الوش بتاع العجين القرص بعد ما بعملها، بعد ما بقطعها وبتخمر، لازم قبل ما تحطيها في الفرن بنضرب بيضة كده مع شوية لبن وسنة فانيليا صغيرة، بيضة كاملة طبعا. في ناس بتحط صفار بيضة بس انا بستخسر، بقول يعني بدل ما اعمل البيضة واشيل البيض بتاعها ممكن ما استعملوش في حاجة تانية، فمش هتضر يعني، عادي مش مشكلة. بضرب البيضة كويس وبحط عليها شوية لبن وسنة فانيليا صغيرة عشان الزفارة بتاعت البيض. وهنا طبعا العجوة بتاعتنا انا جهزتها، حطيتها على النار لانها كانت في التلاجة فكانت محجرة قوي. فطبعا بحط عليها معلقة سمسم كبيرة ومعلقة زبدة او معلقة سمنة يعني، وبفضل اهرسها بشوكة او بحاجة لحد ما تطرى معايا وتبقى سهلة كده وسلسة، عشان خاطر اما اجي اكورها واحطها في جوه العجين. القرص طبعا انا هعمل 3 انواع من القرص. نوع يكون سادة يتاكل لوحده كده جنب كوباية شاي ولا حاجة، وعندي كمان هعمل نوع تاني يكون محشي عجوة، والتالت هعمله محشي بالجبنة. هنا طبعا انا بدهن الصواني كلها بدهنة بسيطة كده من الزيت، وببدأ بقى ان انا اقطع القرص بقطع صغيرة كده.
ونخلي بالنا يعني الى حد ما القطع تبقى متساوية عشان خاطر يبقى يعني شكلها العام كده كويس. وكمان نعملها بوزن صغير بحيث ان مثلا اللي ياخدها يقدر يكملها للاخر، ما يبقيش منها حاجة. وبالذات لو عندك اطفال، يعني الحاجات دي بتحفظ طبعا موضوع الهدر ده، ما يبقاش فيه عندك فقد كتير. يعني مثلا اللي ياخد واحدة يقدر يكملها للاخر وما يسيبش منها حتة تنشف طبعا ومش بتتاكل بعد كده. وطبعا الحاجة غالية ومتكلفة علينا كتير، والحاجة دلوقتي يعني مش رخيصة عشان نهدر فيها. فده من الحاجات اللي تراعيها مثلا وانت بتعملي معجنات، تعملي الحاجة يكون الحجم بتاعها صغير، بحيث انه لو طفل او لو انت مثلا كلتيها ولا حاجة مش مشكلة. لو انت مثلا كلتي واحدة ولو مش قادرة تاكلي مثلا يعني مش قادرة تكمليها، يعني اقصد مثلا ايه اللي هو الحاجة لما تاخديها بتبقى صغيرة كده ممكن تاكليها كلها. لكن لو حاجة كبيرة يعني حجمها كبير ممكن تاكليها وما تقدرش تكمليها. لو ما كملتهاش هتلاقي مثلا مش هتقدري، محدش هيرجع لها تاني. الحتة مثلا اللي هتتبقى دي محدش هيرضى ياكلها مكانك، لا لحد من الاولاد ولا انتي ممكن ممكن اصلا ما تجيش عندها تاني. فهماني؟ فبعد كده هتلاقي نفسك هدرتي الحاجة. طبعا محطوط فيها سمنة ومحطوط فيها زيت ومحطوط فيها دقيق يعني متكلفة. ده غير طبعا التعب اللي بتتعبيه وبتفضلي واقفة وتعجني وتعملي ومجهود وتسوية وحاجات كتيرة فيها مجهود كتير. فعشان كده الواحد ايه يعني الاعتدال كويس في كل حاجة. يعني كل ما تعمليها حجمها صغير كده حلو، بتتاكل ويعني حلوة، يعني حجمها معقول. طبعا زي ما انتوا شايفين كده انا بنقطعها حتت صغيرة. جبت شوية سمسم، ما كانش عندي سمسم فبعت جبت السمسم وهحطه بقى رشه كده على الوش. وممكن ترشي حبة البركة على الوش، بتدي طعم وقيمة غذائية، طبعا ترفع القيمة الغذائية للمعجنات بتاعتك. طبعا وبالذات في الشتاء الحاجات دي بتبقى مطلوبة قوي، وحاجات صحية احسن بكتير طبعا من الحاجات اللي احنا بنجيبها من بره، واحسن من الحاجات اللي موجودة في الافران. حاجة مضمونة ومعمولة يعني متكلفة. عمر في الافران هيعمل لك مثلا الحاجة بالسمنة البلدي. حتى لو عملها هيرفع سعرها عليكي قوي. هتلاقي سعر الحاجة عندك في البيت مهما كانت الحاجة غالية او الخامات غالية برضو بتوفري. يعني انا هوريكم في اخر الفيديو الاتنين كيلو قرص دول او الاتنين كيلو دقيق دول عملوا معايا كمية مش قليلة، يعني عملوا معايا كمية حلوة اكتر من 3 كيلو ونص قرص. فطبعا ده بالحاجات بتاعتهم بالحشو كده، بس برضو بتلاقيها بتوفر معاكي بتبقى حلوة قوي. وكمان في فرحة كده في المكان، وريحة الخبز نفسها بتحسسك كده بجو دفء كده، وتحسي كده بالخير، يعني تحسي كده ان البيت فيه خير. انا بفرح قوي في اليوم اللي ربنا بيقدرني فيه واقدر ان انا اعمل حتى لو نص كيلو بس كده او كيلو، ببقى فرحانة قوي. زي ما انتوا شايفين اولادي طبعا اول ما بيعرفوا ان انا بعمل حاجة بيبقوا حابين قوي ان هم يجوا يشاركوني ويقطعوا معايا، وانا بسيبهم. يعني بقول ان الحاجات دي زي ما احنا فاكرين امهاتنا وهم كانوا بيعملوا معانا الحاجات دي زمان، زي دلوقتي ما بنبقى قاعدين مثلا وقاعدين نفتكر الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان مع امهاتنا قبل ما نتجاوز وكده. فبتحسي ان الحاجات دي بتفضل في ذاكرتنا العمر كله. بنقعد نفتكرها ونقول يا واحنا صغيرين كنا بنعمل كذا، كنا بنعمل كذا، وبنقعد نفتكر في الحاجات دي. بتبقى ذكريات جميلة وتحسسك كده انك فعلا يعني استمتعتي بالفترة اللي كنت موجودة فيها في قبل الجواز. بتبقى يعني حاجة تانية خالص الصراحة وانتي صغيرة كده وتعملي الحاجات دي مع مامتك. فانا بحب ان انا الجو دوت، يعني اخلي اولادي يعيشوا نفس الاجواء ونفس الجو اللي انا كنت عايشة فيه قبل كده. طبعا هنا بدأت طبعا قطعت القرص وبعد كده سبتها تخمر شوية، ومش بدخلها الفرن دلوقتي. قبل ما بدخلها الفرن بقى يعني بسيبها على الأقل بتاع 10 دقايق
بعد ما بقطعها صغير كده وبعمل الحشوات بتاعتها بسيبها 10 دقايق، اغطيها بحاجة عشان وشها ما ينشفش ويشقق مني. وبعد كده قبل ما بدخلها من الفرن بدخل الصينية بس اللي هدخلها الفرن، هي دي بس اللي بدهنها بالبيض. وبعد كده بحط عليها رشة سمسم او رشة حبة البركة زي ما تحبي، او ممكن تسيبيها سادة وتدهنيها بس كده. طبعا بتفرق طبعا في طعم الحاجة قوي، وبتخليها طعمها حلو وشكلها كمان جميل جدا. اللي هي دهنة القرص من بره زي ما انتوا شايفين حطيتها بقى، بتبقى مشغلة الفرن من قبلها، من قبل ما تحطي الحاجة جواها. بتخليها مثلا الفرن يشتغل مثلا ربع ساعة على أعلى درجة حرارة، عشان خاطر ما تنشفش منك. لو حطيتيها على درجة حرارة قليلة المعجنات بتطلع ناشفة، ومش مش واخدة راحتها في السوا. زي ما انتوا شايفين اللي فيها لون ابيض دي طبعا اللي كانت محشية جبنة، حتة كان فيها فتحة بسيطة فطالع منها الجبنة. شايفين ما شاء الله شكلها جميل وشكلها يفتح النفس. ده غير الريحة بتبقى قلبة المكان ومحسساكي كده بالدفى. طبعا الجو برد، فاول ما تشغلي الفرن بقى بتحسي بالدفى. زي ما انتوا شايفين جميلة جدا، هشة الى درجة لا تتخيلوها، طرية جدا من جوه، واخدة راحتها في كل حاجة في كل مرحلة من المراحل. لازم تدي للمعجنات راحتها. زي ما انتوا شايفين هشة جدا، واخدة تسوية جميلة وطرية قوي قوي. وطبعا بعد ما بتطلعها من الفرن بتسيبيها وتحطيها بعد كده في بعد ما بتهدى كده بتروحي حطها مثلا في طبق بلاستيك او حاجة، وتروحي مغطياها بحاجة عشان تفضل طرية. وما تحطهاش وهي سخنة عشان ممكن ايه ترطب كده منك وتبوظ. بس طبعا لازم تديها راحتها يا دوب تهدى بس كده، تبقى يا دوب دافيه، تروحي شايلاها في علبه بلاستيك مثلا، وتروحي مغطياها باي حاجه عشان خاطر تفضل طريه زي ما هي. زي ما انتوا شايفين طبعا القرص جميله جدا جدا، شكلها حلو قوي، وكمان واخده تسويه حلوه قوي من الجنبين. والسمسم عطيها شكل حلو، حاجة أحلى وأنضف وأجمل بكتير جدا 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 من الحاجات اللي بتتباع في بره. وطبعا كفايه النظافه، والحاجه انت مكلفاها وحاطه لها سمنه وحاجات بدل ما ترميها، يعني برضو ده استثمار. دي شطاره ان انت لما تكوني عندك حاجه بتستعمليها مثلا في البيت وبتعمليها في البيت. مثلا زبده عملتي منها زبده، شويه قشطه عملتي منهم زبده، والزبده الميه اللي بتنزل منها وانت بتعمليها بتخليها في الفريزر، وتدفيها اول ما تيجي تعجني شويه قرص بيها او تعملي بيها بيتزا، بتعملي بيها اي معجنات، بتبقى طريه قوي قوي وبتبقى جميله وهشه، وبتدي كمان طعم حلو قوي وقيمه غذائيه عاليه. زي اللبن الرايب كده، بتبقى عاطية طعم جميل جدا للمعجنات. اتمنى طبعا الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وما تكسلوش واعملوا واملوا بيوتكم بالخير والبركة، وجمعوا اولادكم حواليكم، خليهم بعد ما يكبروا يفتكروا اللحظات الجميلة اللي بتقضوها مع بعض. وزي ما انتوا شايفين ال2 كيلو ما شاء الله عملوا معايا كمية حلوة من العجين. واتمنى يكون الفيديو عجبكم النهارده، وما تنسونوش في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وتضغطوا لايك لو عجبكم الفيديو وشير لو حبيتوا غيرنا يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.